اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. الكبيدات ديالي هنايا باديه معكم الفيديو من الصباح، وبغيت نقول لكم قبل ما نبدا معكم الفيديو توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وغبرت عليكم الصراحه. شحال هذه ما بارطاجيت شي حاجه البنات، نتوما عارفين كنبغي نبارطاجي معكم غير الطاقه الايجابيه والنشاط والحويجات هكا زوينين. من كنحس براسي عيانه اولا ما عنديش الخاطر اولا ما عنديش الكانه هكا، كنعطي راسي هكا واحد شويه ديال الراحه، ما كنبقاش نصور باش هكا ما نقلكمش هذيك الطاقه السلبيه، ونخليكم ديما مع الطاقه الايجابيه. هاد الفتره اللي دازت ما كانتش عندي الخاطر ندير هكا بزاف ديال الحوايج، التصوير والمونتاج نتوما عارفين البنات. غتلوحي فيديو في القناه يعني خاصك بزاف ديال الخدمه، تصوير مونتاج، المهم شحال من حاجه. فكنخليها هكا حتى كنكون مرتاحه، وعاد كنحاول نبارطاجي معكم باش دائما توصلكم مني الغزالات غير الطاقه الايجابيه. وهنا البنات كما قلت لكم باديه الفيديو معكم من الصباح. كندير واحد الحريشه هكا للفطور. انا كنبغي ندير هكا حرشه اولا مسمنات نهار اللي كيكونوا هكا وليداتي مجموعين في الدار، نهار اللي ما كيكونوش قاريين. نهار ديال السبت ولدي ما كيقراش وبنتي كتدخل حتى العشرة ونص، فهكا كنبغيو نجمعوا هكا على واحد الفطور عائلي هكا حريشه ولا مسمنات ولا شي حاجه. كنعرفوا في بقيه الاسبوع الدراري كل واحد كيفطر بوحدو، كل واحد كيمشي بوحدو، وصافي. اصلا الوليدات ملي كتكون القريانه ما كيبغوش كاع يفطروا، يلاه كيشربوا داك الكاس ديال الحليب مع الكولاكا وصافي، ما كياكلوش شي لا كان شي طريف ديال الكيك اولا مره مره هكا يدوزوا به، واغلب الاحيان كيشربوا غير كويس ديال الحليب. فكنفضل هكا الايامات ديال هكا السبت والحد اللي كيصبحوا في الدار هكا ندير واحد الفطور اللي هكا نتجمعوا عليه حريشه اولا مسمنات اولا هاد النهار درت حريشه. ومين كتكون الحريشه فضروري من البريريد ديال اتاي. دابا مع هذا البرد كنفضل نفطر بالقهوه، شي مرات بالقهوه شي مرات باتاي، ولكن من كتكون الحرشه اولا المسمن فضروري من البريريد ديال اتاي اللي كيرافقها شي بريريد مشحر هكا بالشيبه اولا بالنعناع. انا عمرت هنا البريريد ديالي بالشيبه وشحرته مزيان مزيان، وصافي الغزالات باش نفطروا كما قلت لكم البنات. غبرت عليكم هذه الفتره وان شاء الله كنوعدكم انني ما غاديش نغبر الفتره اللي جايه. خصوصا بزاف ديال البنات كيطلبوا مني شحال من وصفه، البنات اللي كيسولوني على المركزات كيقولوا لي اختي عائشه راه الوقت ديال التشين وديال الحامض وديال الفريز دابا راه دخل ما شاء الله، بغينا المركزات بغينا داكشي عصائر. ان شاء الله البنات غادي كلشي نبارطاجيه معكم غير شويه ديال الوقت وصافي. وحتى نتوما من جهتكم تعاونوا معايا بلي لايك، من تشوفي حبيبتي الفيديو خلي لي لايك، خلي لي كومونتير زوين بحالك باش حتى انا هكا نتشجع باش هكا نبارطاجي معاكم ونصور معاكم ويجي هكا داك الحماس. فاي حاجه طلبتوها مني البنات غادي نبارطاجيها معاكم ان شاء الله، مركزات واي حاجه في الفيديوهات القديمه. هنا الغزالات وجدت الحريشه ديالي كتجي محمره وغزاله. من طبيعه الحال ما بارطاجيتش معكم المقادير بالتفصيل، كلشي داز في الفيديو، كلكم غزالات كديروا الحرشه. هذا الفطير ديالنا هذا النهار، وغادي ندوز ان شاء الله باش نوجدوا الغداء. هنايا البنات غادي ندير الفلو، الوليدات شحال هما كيطلبوه مني صراحه، هذه شحال ما درتو. المهم هذا النهار برعايه غير هذه شحال ما درت ديك الحاجه. من هذا الشيء اللي غنديرو اليوم صراحه شحال ما درتوش، شحال هما كيطلبوا مني الفلو. خصوصا ولدي كيعجبو بزاف. بعض المرات كندير الرايب اللي حتى هو مده ما درتوش، وبعض المرات كندير لهم هكا فلو. غادي نبدا به هو الاول، فلو عادي البنات. درت فلو ديال الكراميل مع الحليب وسكر سنيده، غنديرو حتى يغلي هكا شويه فوق النار وصافي. غادي نخويه هكا في هاد الكويسات هادو ديال الفلو، وغادي نخليه هنا، ما غندخلوه للثلاجه لا والو، غادي نخليه غير هنايا فوق البوطاجي حتى غادي يبرد ويتماسك ملي يوجد الغدا يكون واجد. كما قلت لكم البنات انا هاد النهار متشهيه واحد طاجين بالبصله والزبيب. الوليدات ديالي ما عندهمش معاه بزاف، يعني ما كيقطعوش فيه، واخا كياكلوه ولكن ما كيقطعوش فيه. داكشي علاش غادي ندير لهم هكا مرافقات اللي تعجبهم، واللي هكا كل واحد ياكل من الحاجه اللي بغاها. هنايا عندي شويه ديال الشيفرون اللي غادي نفورو، اللي منقياه مزيان مزيان وغاسلاه بالخل، وكنخليه هكا في الشبيكه يستقطر. وعندي شويه ديال القزبر المعدنوس، واحد جوج ضريصات ديال الثومه اللي حكيتهم. وغادي ندير العطريه البنات هكا، العطريه شويه شويه من الحاجه، العطريه كندير غير عيني ميزاني وصافي. شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، البزار، شويه ديال السكنجبير ومليحه من طبيعه الحال، شويه ديال الزيت سواء النباتيه اولا زيت العود. انا كنفضل هنايا ندير شويه ديال الزيت البلديه كتجي غزاله. وغادي نزيد واحد شويه ديال الخل، تقدروا ديروا غير الحامض، واحد العصيره هكا ديال الحامض كتجي فيه زوينه. هذا الشيفرون هذا كيعجبني وكيعجب الوليدات وكيجي غزاله البنات. دابا الشيفرون راه موجود، وكما ديما كنقول لكم انا في الفيديوهات ديالي كنقول لكم الخضار اولا الفواكه اولا الحاجه الموسميه كنحاول ناكلها ونوكلها للوليدات، يعني الحاجه في وقتها نستغلوها وناكلوا منها الماكسيموم هكا داكشي اللي قدينا عليه. صافي خلطت هذيك الشرموله ديالي مزيان،
وغادي ندخلها هكا في دوك الطريفات ديال الشيفرون مزيان مزيان كما موضح هكا في الفيديو. كندخلها هكا في دوك القنيتات باش كيجيني هكا داك الشيفرون متبل ومتشرب ديك الشرموله. صافي كنستف هكا الطريفات ديال الشيفرون ديالي في الكسكاس. هنا راني دايره الماء في البرمه كيغلي، وغادي ندير الكسكاس ديالي هكا فوق البرمه ونخلي هكا الشيفرون ديالي يتفور على خاطرو على نار متوسطه. صافي البنات ديما في الخدمه ديالي كما كنخدم معاكم كما كنصور، يعني كنتبع حاجه بحاجه، الحاجه اللي غتشد ليا الوقت كنبدا بها. انا كما شفتوا بديت بالفلور لانه غادي يبغي هكا يرتاح ويبرد، من بعد درت الشيفرون هكا باش يتفور على خاطرو. هنا غادي ندير الطويجين. بالنسبه للطاجين غادي كما قلت لكم البنات ندير بالبصله والزبيب فدغيا كيوجد، داكشي علاش خليت يعني حتى سبقت بالشيفرون والفلور عاد كنديرو. اما الا كنت غندير طاجين ديال الخضره او شي حاجه اللي كتشد اليد فغنبدا به ديك الساعه هو الاول، نخليه على النار المهيله. صافي هنايا درت الطاجين ديالي، درت فيه واحد الزويته ودرت واحد البصله متوسطه اللي مشلضه، ودرت طريفات هكا ديال الدجاج. راكم عارفين البنات انا راه غير انا والوليدات، يعني هذا الدجاج هذا راه كافي وشايط. صافي غادي ندير العطر نخليه يتشحر شويه وندير العطريه ديالي شويه شويه من الحاجه، شويه التحميره شويه ديال الخرقوم شويه ديال السكينجبير شويه ديال البزار. كنزيد هنا شويه ديال البزار، كيعجبني داك الطعم ديال الحروره هكا في هذا الطاجين هذا كيجي زوين. صافي كنخلي الطاجين ديالي هكا يتشحر، مره مره كنحركو، زدت شويه ديال القزبر المعدنوس. وصافي هنايا من بعد ما كتشحر مزيان دوك الطريفات ديال الدجاج كنزيد البصله. هنا عندي جوج بصلات كبار اللي قطعتهم هكا شنانف ودرت لهم واحد شويه ديال الملحه باش ما يجيش هكا البصله باسله. صافي خديت البصله ديالي وحطيتها هكا فوق هذاك الدجاج، وزدت شويه ديال الزبيب. هنا عندي الزبيب الابيض اللي غسلته ورطبته واحد شويه في الماء، غير شي شويه. وصافي يا البنات غادي ندير غير واحد شويه ديال القرفه، ما نكثرش على حساب الدراري راكم عارفين، واللي كتعجبو راه كيدير بزاف، غير شي شويه. ما كندير لا ما لا حتى شي حاجه. ما كنديرش سكر سنيده بزاف اللي شفتهم كيديروا سنيده في هذا الطاجين هذا. انا كنخليه غير هكا، كنقص عليه ونخليه يطيب على المهل. صافي غطيت الطاجين ديالي وخليته على نار مهيله حتى يطيب ويتعلك. وهنايا غادي نوجد واحد الكيكه واقفه واقفه. الغدا ديالي كيطيب كما شفتوا البنات، درت الشيفرون كيطيب، درت الطويجين ديالي ونقصت عليه. هنا غادي ندير واحد الكيكه اللي نوجدها للكوتي للوليدات، يعني كنستغل الوقت، يعني واقفه واقفه ندير كلشي في مره واحده. ما يجي فيني نوجد الغدا ديالي حتى تكون الكيكه ديالي طايبه، وهكا نكون ضربت عصفورين بحجر واحد، يعني وقفه وقفه في الصباح نوجد فيها كلشي ونتهنى. هاد الكيكه البنات غير ديال زوج بيضات وكتجي غزاله. سبق لي بارطاجيتها معكم شحال هادي، غادي نعاودها معكم. كما شفتوا معايا درت جوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه، واحد الكاس ما عامرش ديال سكر سنيده كنخلطهم مزيان مزيان، وكنزيد واحد الكاس قل ربع ديال الزيت حتى هو كنخلطو مزيان. وكنزيد كاس ديال القهوه. انا ديروا قهوه عاديه اللي تصفيوها، انا كنفضل ندير نسكافيه البنات، كتعطي ديك النسمه زوينه في الكيك. كناخذ نسكافيه كنديرها في داك الكاس، كنكب عليها الماء طايب، كنخليها حتى كتبرد، يعني راه كنديرها قبل هكا وخليها حتى كتبرد، وكنزيدها هكا الخليط ديالي. او كما قلت لكم تقدروا ديروا كاس القهوه العاديه اللي ما تكون فيها لا عطريه لا والو، تكون عاديه ومصفيه. وكما قلت لكم انا كنفضل نسكافيه كتجي لذيذه. صافي هنايا غادي نبقى نزيد الطحين ديال الفرص شويه بشويه. زدت هنايا جوج شاصيات ديال الكاكاو المر، تقدروا تزيدوا جوج معالق كبار الا توفر عندكم ديال العبار. انا درت جوج شاصيات كيجيو كافيين. وكنبقى نزيد هكا الطحين شويه بشويه حتى كنحصل على القوام العادي. غادي تشوفوا معايا القوام ديال الكيكه. بالنسبه للخمارات غادي ندير جوج خمارات حمر من وزن 8 غرام. صافي كنبقى هكا نخلط في الخليط ديالي حتى كيتجانس مزيان مزيان. كنخلي الخميره هي اخر حاجه عاد كنديرها. هاد الكيكه هادي كتجي اسفنجيه، كتجي خفيفه يا البنات، خفيفه بزاف بزاف. وكما شفتوا معايا غير بزوج ديال البيضات كتجي غزاله. المذاق ديال القهوه وديال الشكلاط فراه معروف شحال كيجي لذيذ والوليدات كيحماقوا عليه. صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالي، ما كيكونش ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. كناخذ المول اللي غندخلو للفران اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الفينو اولا الطحين غير بحال بحال. انا استعملت هذا المول هذا، هذا المول العجيب غزال، راه غني على التعريف البنات. صراحه اللي ما عندهاش هذا المول هذا كنصحها تاخذه. ما كيهزش بزاف ديال المقادير كما شفتوا معايا، وكيجي فيه الكيكه غزاله هكا. لا بالنسبه للضياف ولا غير الوليدات اولا كتجي غزاله، وكتجي فيها هكا ديك بلاصه فاش نديروا الكريمه صراحه كتجي هماويه. صافي يا البنات خويت الخليط ديالي كنطرب هكا مزيان باش هكا يخرج داك الهواء، وغادي ندخلها للفران. صافي هنايا خليت انا غادا معكم البنات كما خدمت، يعني حتى في المونتاج غادا معكم كيف ما خدمت. دخلت الكيكه ديالي للفران كنخليها طيب. وهنا الغدا ديالي راه وجد، غادي نحط للدراري يتغداو. ما غنجي فين نتغدى حتى غتكون الكيكه ديالي وجدات. صافي كنزينها، نكمل معكم التزيين ديالها.
ونخليها هكا حتى الكوتي هكا. كنسالي كنستغل العشيه ديالي صافي. الا بغيت نخرج او لا نراجع مع الدراري او لا نمشي غير نتكا ونتفرج في شي حاجه كتعجبني نرتاح. المهم ماشي كنتغدى وكنجمع وكنبقى عقلي في الكوتي ديال الدراري شنو خاصني ندير لهم، وعاد نوض نبدا من الاول حتى كنجمعوا الكوزينه ونساليو وعاد نوضوا نبداو من الاول. لا، واقفه واقفه كندير الغدا ديالي كيطيب، كنخطف في يدي هكا ندير لهم داك شي حاجه هكا اللي غادي ياخذوها في العشيه. هنايا البنات الغدا ديالي راه وجد، الكيكه ديالي راها في الفران مازال ان شاء الله نرجعوا نكملوا لها المراحل. الفلو ديالي راه وجد، ما دخلت ولا الثلاجه حتى حاجه، خليته غير فوق البوطاجي. الطويجين ديالي جا معلك وحلو غزال، كيجمع بين الملوحه والحلاوه. جا واحد الطويجين معلك. هاد الطاجين هذا راه غارقه البنات، يعني الكميه راها هابطه لتحت كيبان غير شويه. رافقت بشويه ديال الفريت للدراري كما قلت لكم، شويه الشيفرون مفور هو هذا جا لذيذ بزاف، شويه ديال مطيشه والخيار وصافي الغزالات. هذا الغدا ديالي ديال هذا النهار، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. وهذه الكيكه ديالي يا البنات من بعد ما تغدينا خرجتها من الفران. شوفوا معايا كتجي غزاله خفيفه بزاف بزاف، وديك الريحه ديال القهوه وديال الشوكولاط عاطيه في الكوزينه. انا غادي نديمو ليها، راها كديمولا دغيا دغيا، ما كتلصق في المول كما غادي تشوفوا معايا، ما حتى شي حاجه. هذيك ملي كندهنوا بالزبده مزيان، غير دهنوه مزيان، يعني ضروري هذا المول دهنوه مزيان سواء بالزبده. انا ديما في صراحه كندهنوا بالزبده، ولكن حتى بالزيت راها ما كتلصق ما والو. شوفوا معايا البنات ما كتلصق ما حتى شي حاجه، كديمولا بسرعه. شوفوا معايا هنايا الشكل ديالها غزال غير هكا. الا ما بغيتيش ديري فيها لا كريمه لا حتى شي حاجه، غير هكا راها غزاله وخفيفه بزاف بزاف، ما كتحتاج لا نسقيوها لا حتى شي حاجه. صافي البنات، هنا انا بالنسبه ليا درت كاناش بالشوكولاط، الكاناش المعتمد عندي. كندوب الشوكولاط الكحل وكنزيد معاه دانون مسوس. الا بغيتو تزيدوا شي دانون ديال اي نكهه كتبغيو، انا كنفضل ندير دانون مسوس، كيكسر لي ديك الحلاوه ديال الشوكولاط. واصلا هاد الشكلاط، هاد الكيكه ديال الشكلاط ما كتكونش حلوه بزاف، ومع كنزيد ندير دانون مسوس هكا في الشكلاط كتجي هي هذيك، كتجي غزاله يا البنات. تقدروا ديروا اي غاناش كتفضلوا، ديروا الشكلاط مع الكريمه مع الحليب مع، مهم كل وحده والغاناش اللي كتخدم به. انا بالنسبه ليا هذا كيجيني ساهل ودغيا كيوجد واقتصادي وكيجي لذيذ. صافي هكا سرحت هذيك الكريمه ديال الشكلاط ديالي فوق الكيكه. هنايا خديت شويه ديال الفيغميسيل هكا زينت به من الفوق. زينوا باي حاجه بغيتو، ديروا خطوط بالشكلاط الابيض، ديروا مكسرات تخليوها غير هكاك فكتجي غزاله. اهم حاجه هو الشكل والمذاق ديالها زوينه. البنات كيحماقوا عليها الوليدات، غير كيشوفوها كيفرحوا. انا وليداتي غير كيشوفوني كندير الكيكه ديال الشكلاط كيفرحوا، واخا كندير هكا انواع ديال الكيك ولكن هادو ديال الشكلاط بالضبط كيفرحوا بهم وكيعجبوهم. وكما شفتوا معايا راها اقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المقادير. شوفوا معايا غادي نقسم معاكم، واخا كيبان لكم المول ما عاليش بزاف، راه السمك ديالها لا باس به، يعني عاليه شويه مزيانه خفيفه يا البنات. انا غادي نقطع معاكم باش نقرب لكم هكا باش تشوفوا الخفه ديالها والخفه ديال الكيك. غادي ناخذ هكا واحد الفرشيطه وغادي تشوفوا معايا الخفه ديال الكيك. خفيفه البنات، انا راه ما سقيتو ما حتى شي حاجه، والكيك كيجي اسفنجي بحال الجينواز اولا حسن كاع. شوفوا معايا البنات. بالنسبه لهذا المول هذا ان شاء الله مازال نقدم معكم بزاف ديال الكيكات به وبزاف ديال انواع ديال الكريمه. ما عليكم غير تشجعوني على الغزالات باش نبارطاجي معكم مزيد من الافكار بالنسبه للاخوات اللي عندهم بحال هذا المول هذا. صافي الغزالات ديالي، هذا كان الفيديو ديالي ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم. نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك البنات، خليو لي تعاليق زوينه ديالكم، وكما العاده غنقول لكم تسناوني في فيديو جديد ان شاء الله.